في مصادرهم وقياداتهم في اضطراب. لا ما واحد في يعذر مو واحد، صحيح، ما مو يعذر صحيح، واحد كذا. مو انا صحيح. ناس كثير ارسلوا لي لما سمعوني اتكلم وكذا، ارسلوا ليش تقول هذا الكلام؟ لا بالعكس، وارسلوا لي مذكرات وملازم وروابط. اشوف لا لا في هو كذا، اصلا ولما اشوف لان الواقع الخلاف، اشوف الواقع واحد شخص ثاني يأصل تأصيل مختلف. تدري وفي ليش؟ تدري اضطراب ليش؟ بناء على لان الخلفية الذي هم جاءوا منها، وهم ايضا شوف جاءوا تدري الى ليش يا ابو الى عمر؟ بلد انت لا حرب. افهم انا كافر ولا لا بس. ابو عمر خليك كان شوي انت يا لا مشاري. يا ابو عمر مشاري تدري ليش؟ خارج الموضوع يا شوف اخي. شوف، من شوي عياض وحازم يتناقشون، عياض يتكلم في مسألة العاذر، وحازم جالس يغرد في مسألة المتلبس، ويأتي بأقوال العلماء لا ليدعم بس قوله فيه المتلبس بالشرك. جاب نقول يا ابو عمر. يا فلا فأنا أقول لك دقيقة ابو العباس، جاب نقول نقل يقول من لم يكفر الكافر. هم هذول إيه، شويه. هو على يقول أي لك هذا كافر؟ الكافر الأصلي. لا ما ذكر الأصلي. ابو عمر لا هم يفصلون، انت هم هؤلاء العلماء ما الذين ذكر نقل الأصلي عنهم. يا ابو العباس. يا أخي يفصلون كان يفصلون. كلامهم يا شيخ كان كلامهم في طيب، عباد عشان القبور. يا شيخ كان كلامهم في عباد القبور، واحنا إيه، بنتكلم وفي ذكر يا ابو عمر في اللي في كلام مكة، كان في ذكر عباد مكة، القبور يعني. عباد القبور في مكة، وذكر الدولة التركية. ايه من لم يكفر الدولة، يتكلم في العباد نفسهم، في المتلبسين. قلنا احنا ايش جالسين نقول؟ من لم يكفر الدولة التركية يا رجل، من لم يكفر الدولة المشركين جيب من الدولة الأقوال، التركية جيب وعباد الأقوال، القبور في جيب الأقوال. مكة. أنا الأقوال أمامي، الأقوال الآن ارجع اسمع. لا أنا هذا اللي علق في ذهني من النقل اللي نقل الشيخ حازم. خلينا طيب إذا تختم نلوبي ونستمر. الله يجزاك خير. طيب بختم من كلام الدولة في مقرر التوحيد فيما يخص يعني الثاني الكافر المنتسب للإسلام، وهو من نطق بالشهادتين ولكنه ارتكب مكفر يخرجه من دائرة الإسلام. وهؤلاء يتفاوت كفرهم من حيث الوضوح والخفاء إلى أقسام. من كفره واضح صريح يدل عليه صريح الكتاب والسنة كالمشركين الذين يدعون ويعبدون غير الله، فهؤلاء عملهم مناقض لأصل كلمة التوحيد ومضاد لها من كل وجه. ومن لا يكفرهم لا يخلو من حالتين: إما أن يرى فعلهم صحيحا ويقرهم عليه فهذا كافر مثلهم ولو لم يرتكب الشرك بنفسه، لأنه صحح وأقر فعل الشرك وهذا كفر والعياذ بالله. الثانية: وإما أن يقول أن فعلهم كفر وشرك ولكن لا يكفرهم متأولا عذرهم بالجهل، فهذا لا يكفر لأنه لم يصحح أو يقر فعلهم ولكن عرضت له شبهة عذرهم بالجهل، فلا يكفر. لحظة فلا يكفر للشبهة التي عرضت له. وإذا كانت الحدود تدرى بالشبهات فمن باب أولى التكفير. ومن ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. والتأويل في إعذارهم بالجهل يمنع تكفيره ابتداء حتى تبين له النصوص وترفع عنه الشبهة، فإن لم يكفرهم بعد ذلك كفر. كلام رزين واضح، هذا تفصيل واضح. حاتم لا، الكلام حاتم ريح مخه. طيب على طول أطلق الحكم. الحلال هو ده التفصيل اللي بنقول اللي يقولوا يبقى كافر. هو ده جعل كلامهم كأنه أصل. ما احنا الآن بنتناظر هل كلامهم ده صح؟ كلامهم ده